في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاسماء المهمه في البريودك تيبل، الاليمنتس المهمه اللي بتتكرر كتير قوي في الاسئله، محتاجين ان احنا نبقى عارفينها كويس قوي. في الفيديو ده الحقيقه انا هتكلم عن يا ترى ازاي بقى نسمي الكومباوندز. فمثلا يعني هننزل كده شويه، ننزل كده شويه، او اقول لكم على حاجه، ادوني كده دقيقه. لو عايز مثلا احط حاجتين على بعض، مثلا هنقول مغنيسيوم، ده المغنيسيوم اللي هنا، وعايز احطه مثلا على النيتروجين اللي هنا. فانا هعمل ايكويشن على السريع، احنا عندنا فيديو بيتكلم عن الايكويشن فممكن نرجع له، بس هنا انا هعمل الموضوع بسرعه. عندنا مغنيسيوم هنحط عليه نيتروجين، فاكيد هيطلع Mg وهيطلع نيتروجين، سهل جدا. الام جي طبعا لما بيبقى لوحده بيبقى فوقيه زيرو، بعد كده ده فوقيه زيرو، بس ده تبع مجموعه بنسميها نوفا فابريك. لو ما اتفرجتش على الفيديو ده يا ريت تشوفه لانه مفيد جدا، فلازم نحط تحتيه 2 عشان هو تبع المجموعه دي. لما بيبقى لوحده بنحط تحتيه 2 يعني، غير ان احنا بنحط فوقيه زيرو زي المغنيسيوم. هنا المغنيسيوم عشان نعرف هنا شكل الكومباوند عامل ازاي محتاجين نبص في البريدكت تيبل. المغنيسيوم تبع الجروب الثاني، ده معناه ان هو بوزيتيف 2، والنيتروجين تبع الخامس، 1 2 3 4 5، ده معناه ان هو عنده او فاضل له 3 نيجاتيف 3. بعدين بنبدل الاثنين دول، فدي هتبقى 3 ودي هتبقى 2 من غير البوزيتيف والنيجاتيف، فاحنا هيتبقى لنا الشكل ده في الاخر. طبعا انا ممكن اقول ان ده سوليد، ممكن اقول كمان ده جاز، ده نيتروجين، ممكن اقول ان ده سوليد. انا يهمني الشكل الاخير اللي هو مغنيسيوم والنيتروجين مع بعض. ده انا عايز اسميه ايه؟ وتاني انا عارف انه ده ممكن يبقى شكله جديد عليك حوار الايكويشن، فيا ريت تبص على الفيديو، هحطه لك في الاي اللي فوق او في الديسكربشن تحت، اساس تبص وتشوف احنا بنعمل الايكويشن دي ازاي. لو انا عايز اسمي ده اللي هو ام جي وان، اسميه ازاي؟ صدقني بص، يعني فكر كده في جزء لذيذ. احنا هنقسم دي كده 2، هنقسم ده كده. لو عايزين نقسم ده، فاحنا هيبقى عندنا الجزء الاولاني اللي هو ده الجزء بتاع الميتال، لو خدت بالك، وده الجزء بتاع نون ميتال. عندنا الجزء بتاع الميتال اللي هو ده الام جي، وطبعا احنا عارفين النيتروجين نون ميتال اللي هو اسمه في باسكال صبري. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده انصحك تتفرج عليه عشان تبقى متابع معانا. الجزء الميتال بياخد اسمه زي ما هو، يعني انا هكتب هنا مغنيسيوم عادي جدا، مغنيسيوم مفيهوش اي حاجه. بس الجزء النون ميتال هو اسمه نيتروجين، يعني اسمه الحقيقي اسمه نيتروجين. بس الحقيقة أنا مش بحطه نيتروجين، أنا بحط آخره علامة كده، أو تقدر تقول كذا حرف كده بنسميه suffix يعني نهاية. بحط suffix كده في الآخر، السفكس ده بسميه IDE ايد. يعني لو مثلا هنا النيتروجين بمنتهى البساطة، بصوا هعمل إيه؟ خليني أكتبه بسيط أكتر الأول، نايتر، وبعدين أحط كلمة ايد، نايترايد. يبقى مغنيسيوم نيترايد، يبقى الكومباوند ده كله اسمه مغنيسيوم نيترايد. طب مثلا لو انا افترض ان انا حطيت حاجتين تانيين على بعض، مثلا الليثيوم حطيته مع الهيدروجين، ادي الليثيوم حطيته مع الهيدروجين. طبعا انا هعمل الايكويشن دي بس انا اختصرتها كتبتها على طول، ده هيبقى بوزيتيف ده هيبقى نيجاتيف، هيبقوا زي ما هو. هسميه ازاي؟ نفس الحدوته، ده هياخد اسمه زي ما هو لان هو الميتال ليثيوم، ده النون ميتال، فهقول هايدر، وبعدين احط كلمة هيدرايد لان هو اسمه هيدروجين، فاسميه ليثيوم هيدرايد. تعالوا ناخد مثال كمان على السريع. مثلا البورون، وهاخد معاه مثلا مين؟ الاكسجين، ماشي اوكي. بورون والاكسجين مع بعض، ده هيبقى بوزيتيف 3، ده هيبقى نيجاتيف 2، هنبدل، دي هتبقى 2 دي هتبقى 3، فهتبقى B2O3. طيب هيحصل ايه؟ هسمي ده بورون عشان ده الميتال بتاعنا زي ما هو. وهنا الاكسجين مش هسميه اكسجين، هسميه اوكس، وبعدين احط السفكس بتاعنا بتاع النهايه اللي هو ايد، تبقى بورون اوكسايد. ممكن ناخد مثلا ألمنيوم، ممكن ناخد سلفر، فنفس الحدوتة، عندنا ألمنيوم وعندنا سلفر اللي هو الأس. فلما نيجي ده هيبقى بوزيتيف 3، ده هيبقى نيجاتيف 2، نبدل الاتنين دول، دي هتبقى 2 دي هتبقى 3. فبعدين بعد ما نبدل الاتنين دول هنسمي بقى ده اسمه ألومنيوم، وده المفروض اسميه سلفر، بس انا مش هسميه سلفر، انا هسميه صلف، وبعدين احط النهايه اللي هي السفكس بتاعنا سلفايد، وده هيبقى اسمه. مهم قوي نبقى عارفين الاسامي، لانه
ساعات كتيرة بيجي في أسئلة يكتب ألومنيوم سلفايد، مش بيقول لك الفورمولا بتاعته أو شكله عامل إزاي. فمحتاج إن أنت تبقى عارف إن الألومنيوم سلفايد ده هو الألومنيوم اللي مع السلفر مع بعض يعني.